السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم اليوم بهذا لا فيديو تاع هذه الوصفه لحلوه الطابع او حلوه الطرنو، كل منطقه كيفاش يسموها. راح نشوفوها معايا بكل اسرارها وطرق نجاحها، طريقه طياب، كيفاش تجيكم مشققه. نروح نشوفوا التفاصيل في هذا لا فيديو. اذا خياتي بسم الله وعلى بركه الله نبداو. اول حاجه نهضروا عليها هي البيض. هنا عندي كيلو بيض. المهم نتوما الحاجه اللي تكيلوا بها البيض هي اللي تكيلوا بها باقي المكونات. هذا البول انا رفد لي 6 حبات بيض، حجم تاعهم صغير ماشي كبير. نتوما اذا درتوا اقل من 6 حبات ديروا الحاجه اللي تكيلوا بها تكون كاس، ولا المهم ما تكونش بول قد هذا اللي كيلت به انايا. هكذا تفاهمنا على البيض. اذا نفس الكيلة اللي كيلنا بها البيض هي اللي نكيلو بها باقي المكونات. ناخذ كيلة نتاع السكر نحطوهم هي والبيض في الاناء اللي راح نخدموا فيه، ونخلطوا مليح مليح سواء بالباتور سواء بالفوي. اذا خدمتوا بالباتور حطوا الكيلة تاع السكر على مره وخلطوا. اذا خدمتوا بالفوي كيما انا حطوا هذاك السكر بالتدريج وخلطوا، باش باسكو اذا حطيتوه على مره راح يجيكم ثقيل الخليط تاعكم، يجيكم صعوبه باش تخلطوه. هكذا كي تحطوا بشويه وتخلطوا راح يتخلط لكم بكل سهوله. لازم هذاك السكر تاعنا يذوب هكا. شوفوا تيستوه بيدكم، اذا شفتوا سكر ما كاش في البيض تحسوه ذاب، هنا تجيبوا الكيله تاعكم تاع الزيت وتبداو تضيفوا فيها هي تاني بالتدريج، يد تفرغ ويد تخلط حتى تكملوا كامل الكميه تاع الزيت. هذا الخطوه ديروها سواء بالباتور سواء بالفوي، نفس الخطوات تخدموا بهم فيما يخص الزيت. هكذا خياتي نخلطوا هذيك الزيت مليح مليح، ومن بعد نجيبوا هنايا 4 مغارف كبار نتاع المايزينا ونضيفوهم. اذا حطيتوا يعني غير 2 بيض، يعني هنا ملاحظه كل 2 حبات بيض يعاد لها مغرف كبيره بومبي نتاع المايزينا. انا ما درتهمش معمرين على بها حطيت 4. هكذا خياتي. ونجيبوا قشور الليمون 2 حبات كبار ونضيفوهم للخليط نتاعنا ونخلطوا. عندي هنا الفارينه حطيت الكيله الاولى مع 3 اكياس من خميره الحلويات. كما نعرفوا القاعده تاع حلوى الطابع كل 2 حبات بيض يقابلها كيس تاع خميره الحلويات. ما تقولوش تجي قارصه ولا تجي حامضه ولا تجي تحرق، نو ما يجي يصرى لها والو. عندي هنا الكيلة الثانية نتاع الفارينة نحطها، هذه الكيلة الثالثة دايما بنفس البول اللي كينا به باقي المكونات. الكيلة الرابعة نحط غير نص الكيلة حتى نشوف اذا تتشربها لي، اذا تتشربها لي الخليط يتشرب لي هذيك الفارينه كامل ولا تجي قيس. المهم كل فارينه كيفاش، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، حتى نخلطوا ونشوفوا لا نضيفوا هذيك النص كيلة اللي بقات. هكذا خياتي نخلطوا مليح الفارينه تاعنا، نخلوها مليح بلا ما نعجنوا العجين. كما راكم تشوفوا راني ندخل غير باطراف الاصابع. هنا راني كملت حطيت نصف تاع الكيله كما راكم تشوفوا، نزيد نكمل ندخلها. الفارينه كاين اللي تشرب لنا سوائل وكاين اللي ما تشربش، يعني قد ما ديروا ما تشربش، وكاين اللي تمتم تتشرب وتلقاو العجينه تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا العجينه مازالها خاصها، راني زدت طفت لها نصف الكيله، يعني حطيت 4 كيلات ونص نتاع الفارينه. نكمل ندخل هذا النص ونشوف. كما راكم تشوفوا خياتي مانيش نعجن، راني غير ندخل باطراف الاصابع. شوفوا هنا نتستو باليد الاخرى. هنا خلاص لازم العجينه تاعكم تخلوها تلصق شويه. نخليها هكا ما نغطيوهاش، نخلوها حوالي 10 دقائق. كي تولوا ليها تلقاوها خلاص راهي تشربت، يعني ما راهيش تلصق معاكم، تقدروا تخدموها بكل سهوله. هذه الخطوه ضروريه، ما ديروش العجينه تاعكم يابسه ومن بعد تخلوها تزيد تريح شويه تجي تلقاوها يبست. لازم تخلوها طريه تلصق شويه في اليدين باش تجيكم ناجحه وخفيفه وتتنفخ لكم في الفرن. خذيت هنا نصف الكميه، نرش طاوله العمل بالفارينه
ونبدا نحل في العجينه تاعي بالحلال. ما نروحوش نضغطوا على العجينه بزاف، نديرو غير ابان من الفوق كما راكم تشوفوا، ونحلوا العجينه تاعنا خشينه. هذه النصيحه وهذا السر اللي لازم تعرفوه. اذا حليتوها رقيقه ما تنفخ لكم، ما تتشقق، ما تجيكم مليحه وتجيكم يابسه. لازم العجينه تاعكم تحلوها خشينه باش الحلوة الطابع تاعكم تجيكم ناجحة 100%. انا اختاريت هاد القطاعة، يعني درت بزاف اشكال ماشي غير هذا الشكل. ودوك تشوفوا السمك نتاع العجينة. هذيك القطاعة حطوها في الفرينة باش تبداو تطبعوا بها. شوفوا العجينة تاعنا شحال راهي خشينة، يعني راهي 1 سنتيم وشوية هكذاك، تقدروا ديروها حتى 1 سنتيم. هذوك لي شوت اللي يقعدوا تعاودوا تطموهم بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، ما تعجنوهمش باش ما يولولكمش الاستيكي. شغل كي تعاودوا تخدموهم وتطبعوهم وطيبوهم راح تتقلص. ما لازمش تعجنوا هذوك لي شي، طموهم برك، خلوهم يريحوا شويه وعاودوا حلوهم. وانا هنا الشكل الثاني هذا هو اللي اختاريته كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا ناكد لكم على السمك نتاع العجين، لازم يكون خشين. شوفوا شحال درتو خشين هكذا. خياتي نستف العجينه القطع نتاوعي، نستفهم في سنيوه. من الافضل تفرشوا لها ورق الطهي اذا كان متوفر عندكم، اذا ما كانش متوفر رشوا شويه على سنيوه تاعكم بالفارينه، ما تكتروش. هنا جبت صفار بيضه، لازم ضروري تنحوا البياض، ديروا غير صفار مع قطرات من الحليب، خلطوهم مليح ودهنوا بهم السطح نتاع الحلوه نتاعكم. وحاولوا انكم هذاك البيض ما تسيحوش فوق السنيوه باش ما تلصق لكمش الحلوه. اذا كنتوا دايرين ورق الطهي عادي، اذا ما كنتوش دايرين حاولوا انكم ما تقيسوش هذاك البيض في السنيوه. ومن بعد نزينوها بشويه سكر او فيرميسيل واش يكون متوفر عندكم، وندخلوهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا على 170 درجه. نشعلوا لهم من الفوق، من الافضل نشعلوا لهم من الفوق ومن التحت. اذا ما كانش متوفر عندكم الفرن اللي يشعل من الفوق ومن التحت، شعلوا لهم من التحت. كي تشوفوهم تنفخوا كما راكم تشوفوا ويتشققوا ويطيبوا لكم من التحت، اشعلوا لهم من الفوق، يزيدوا ياخذوا تحميره شابه كما راكم تشوفوا هنايا كيفاش تشقت معايا. هنا انا شعلت لهم من الفوق ومن التحت، شوفوا كيفاش تشققت، يعني ما شاء الله. وهذه شوفوا شعلتها من التحت ومن بعد من الفوق، ما تشقتليش كيما الاولى. يعني السر راهو كامل في الطياب. الا عندكم الفرن تاعكم يشعل من الفوق ومن التحت، من الافضل ديروه 170 درجه وخلوهم يطيبوا، تلقاوها جات ما شاء الله مشقه ومنفخه، يعني تتنفخ الله يبارك، وتجيكم هشيشه ما شاء الله كما راكم تشوفوا معايا. هاي لك الحلوه تاعنا بعد ما طابت. تحبوا تجيكم طريه، حطوها في بورت مونجي، ديروا له طرشونه وهي سخونه، حطوا الحلوه تاعكم سخونه لداخل وغطيوها، تلقاوها يعني تجيكم طريه يعني ما شاء الله. اللي يحبوها طريه، اللي يحبوها مقرمشه يخلوها هكذاك، ما يديروهاش في بورت مونجي وطرشونه. هنا راح نقسم معكم حبه باش تشوفوا، يعني صدقوني جات ما شاء الله، جات خفيفه تهبل طريه كما شفتوها من نفخه. شوفوا معايا الصوره راهي تعبر عن نفسها. اذا خياتي هذه هي الوصفه تاعنا تاع حلوه الطابع، عطيتها لكم بكل اسرار نجاحها ان شاء الله. اللي ما عمرها ما نجحت لها تنجح لها بهذه الوصفه، اكيد وصفه مضمونه 100%. تبعوا فقط الخطوات والاسرار نتاعها. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله، والسلام.